حياكم الله وبياكم. يا لك من شنقيط، جملة كلنا سمعناها عن الفنان عبد المنعم إبراهيم، لكن من هو الشنقيط؟ أو يعني إيه شنقيط أصلا؟ يا لك من شنقيط. شنقيط يعني يا منير. ايوه. بيقول لك في سنة 1300 هجرية نزل أحد الشناقطة وهو الشيخ محمود التركزي على الأزهر ليطالب بالإمامة في اللغة العربية، والإمامة كده يعني زي درجة علمية في اللغة العربية، والشناقطة هم أهل بلدة شنقيط في دولة موريتانيا. وكان الشيخ التركزي بيحفظ القاموس المحيط للإمام اللغوي الفيروز أبادي، ولما أجلسوه في الأزهر علشان يختبروه قاموا بتصحيح نسخهم الأزهرية على حفظه هو، كما قام بتصحيح كتاب المخصص لابن سيديه المرسي وغيره من الكتب. ولما انتهى الشنقيطي من تصحيحاته رفض الشيخ محمد عبده انه يطلعه من مصر الا لما يراجع نسخ امهات الكتب في اللغه العربيه بالازهر، وتكلم عنه طه حسين في كتاب الايام وذكره باسم الشيخ الشنقيطي. فالشناقطه اللي احنا بنسخر من لفظهم دون علم هم ذخائر وخزائن علوم المسلمين حتى الان. عايز اقول لك في شنقيط الولد ما بيتمش 16 سنه الا ويكون حفظ 1000 بيت من بحور الشعر، و6 كتب من علوم اللغه والادب، و10 كتب من المتون الفقهيه وشروحها وكتب الحديث. وخليني اقول لك ان ده الولد العادي مش الموهوب، لكن لو هنتكلم عن الموهوب فبيحفظ الكتب الستة ومتون المذاهب وخاصة المالكية وشروحها وكتب الآداب والقاموس المحيط ولسان العرب، ودول لوحديهم يطلعوا لهم حوالي 100 مجلد. ربنا وهب الشناقطة موهبة مش موجودة في أي زمان ولا مكان تاني، فربنا حفظ بيهم علوم الدين وجعلهم ذخائر دينه سبحانه وتعالى. دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله. السلام عليكم.